السلام عليكم. سنشاهد في هذا الفيديو الحقيقة الكاملة لفضيحة المخزن الجديدة ومهاجمة سفير جمهورية الصحراء الغربية في قمة اليابان. سنشاهد في هذا الفيديو كل تفاصيل، ولكن نرجو الاشتراك في القناة وعمل لايك. يظهر في هذا الفيديو مهاجمة سفير جمهورية الصحراء الغربية في قمة اليابان بعد دخوله القاعة الرسمية للمؤتمر، وبعد جلوسه على مقعده وضع لافتة الجمهورية الصحراوية، وهو ما حاولت أبواق المخزن تفسيره على أن الصحراويين غير مدعوين إلى هذا الاجتماع، وأنها ليست دولة من الأساس كما يزعمون، لذلك قاموا بالتسلل لتسجيل الحضور. فماذا حدث خلف الكواليس؟ فقد حاول قبل ابتداء الاجتماع المغرب واليابان منع حضور أي شخص ممثلا للصحراء الغربية، لأنهم يعتبرونها غير موجودة بالتنسيق مع بعضهم البعض. ولكن بعد القرارات القوية من الاتحاد الإفريقي رضخت اليابان وتمت دعوة جمهورية الصحراء الغربية، وهذا ما جعل نظام المخزن يرتب إلى ما حدث أثناء الاجتماع. وحضور ممثل الصحراء الغربية كان بدعم كبير من عبد المجيد تبون والجزائر. في البداية تم منع سفير الصحراء الغربية من أخذ لافتة خريطة الصحراء الغربية، ولكن بعد تدخل من عبد المجيد تبون ومسؤولو الاتحاد الإفريقي أثناء الاجتماع تم إعطائهم ورضوخ اليابان وإعطائهم الخريطة عليها الصحراء الغربية. وبعد ذلك هاجم نظام المخزن هذا السفير ليتدخل الأمن ويتم طرد البلطجي المخزني من القاعة وتعود الأمور كما كانت عليه. واعتذر الاتحاد الإفريقي رسميا وأكدوا أن الصحراء الغربية من حقها أن تشارك كدولة مستقلة. شاركنا رأيك في الكومنتات عزيزي المتابع، والسلام عليكم ورحمة الله.